محمد صلاح يسخر من لاعبة الزمالك ومنتخب مصر في أول ظهور له بعد خسارة مصر أمام تونس، ويفجر مفاجأة كبيرة للنادي الأهلي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد الفضيحة التي تعرض لها منتخب مصر أمام منتخب تونس والخسارة بنتيجة 3-1، صرح نجم المنتخب المصري محمد صلاح لصحيفة سيت سبورت البريطانية وقال: أنا لست مندهش من هزيمة مصر أمام تونس، فتونس كانت حقيقة تستحق أن تفوز علينا بنتيجة 6-0. وقال صلاح: أنا لا أحمل نفسي هذه الهزيمة، بل أحمل كل لاعبي منتخب مصر وخاصة لاعبي الزمالك والدوري المحلي، فهم لا يستحقون أن يلبسوا تيشيرت منتخب مصر. وقال صلاح: الكل هاجمني في هذه المباراة على أنني لم أقدم أي شيء لمنتخب مصر. المصريين كلهم يتابعون الدوري الإنجليزي وخاصة نادي ليفربول الإنجليزي، فأنا أفضل لاعب في ليفربول والدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة. ويرجع ذلك أن هناك لاعبين يقدمون على محمد صلاح حتى يصنع ويسجل الأهداف بطريقة مذهلة. أما بالنسبة لمصر، كرة القدم تعتمد على المحسوبية والواسطة، فغياب لاعب النادي الأهلي كان مؤثر علينا جدا، فلاعبة النادي الأهلي تمثل 85% من لاعبة منتخب مصر، فحقيقة الأهلي هو من يصنع منتخب مصر وليس محمد صلاح. فكرة القدم هي لعبة جماعية وليست فردية، وتعتمد دائما على الجماعة وليس الفرد. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.